أصدقائي أحبابي متابعينا في كل مكان، أهلا بيكم على قناة أيمن دوت كوم 23. ايه حيلك يا عم ايمن؟ في ايه؟ لما تقول انت البقين دول امال انا هقول ايه؟ اروح انا يعني اخد صحابي واروح؟ أصحابك؟ طب ما تعرفني طيب بأصحابك يا فرفوش. الكوتش وفاهم، كل واحد فيهم بقى يقدم نفسه. اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان، اهلا بيكم على قناه ايمن دوت كوم 23. اعرفكم نفسي، انا فرفوش واصدقائي فاهم والكوتش. فاهم ده اسم مصطفى، هو مش فاهم حاجه بس بيحاول شغلته ان هو يقرف في الكوتش وخلاص يجننه. اما الكوتش فده خبير كروي، خبير كروي يا جماعه، ومعجون كوره، معجون كوره، معجون كوره من غير المعجون الاسنان. المهم انا اسيب كل واحد فيهم ايه يعرفكم بنفسه، ويا رب شخصياتنا الجميله دي تعجبكم. يلا بينا. العبد لله الكوتش. كوتش ده يعني خبير كورة، خبير في التكتيك والفكر والخطط وكل حاجة في الملعب. يعني العبد لله معجون كورة، ومش كده وبس، وكمان زبون دايم في قهوة بعجور. اسمي فاهم وفاهم كل حاجه، يعني اتنين في واحد، يعني فاهم وفاهم. وما تصدقوش حد، ها؟ وما تعملوا زي الكوتش برضو وتقولوا لا مش فاهم. لا فاهم، وفاهم قوي كمان، بس مدكن. أهلا 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 يا كوتش، أهلا 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 بحضرتك. أهلا أهلا بالكوتش. إيه أنت باين عليك سمعت عني ولا إيه؟ طبعا يا راجل، وهل يخفى القمر؟ والمية السخنة واللي اتدلقت عليك والكلام ده كله كله لازم أكيد الواد فرفوش ده هو اللي قالك، صح؟ انت هتلبسني مصيبه وخلاص. انا معرفش حاجه ولا اتكلمت في اي حاجه اصلا. ايه شغل الكلاكيك ده؟ لا 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 لا، ما تظلمش. فاهم يا كوتش، فاهم ما يعرفش حاجة خالص. شفت بقى؟ انا لما بقول اللي هي بتهرب منك وانا عندي حق. ولا اظبط نفسك، أنا مش راضي أكلمك قدام الراجل. طب أنا سيبكم أظبطك أنا أنت بقى. حر. صلوا على النبي بس يا جدعان، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على النبي يا كوتش. خلاص يا فاهم، عليه الصلاه خلاص والسلام. بقى سيبكم انتوا عاد بقى، سلام، قدموا لنا عرض عاد سلام يا حلو ماما. كده. تخليك يا ومتعوا راجل الناس، شويه ويا رب يعجب تقعد الناس مع كده. العبقريه السلام عليكم. الفذه دي وكلنا نستفيد من خبراته الجهنميه. اوعى فرفوش، اوعى فرفوش عشان اخبط الواد ده بحاجه تيجي في دماغه دي اللي عامله زي الزيتونه وطلع لها شعر. خلاص ما تصلوا على النبي بقى يا جدعان. الراجل عمال يقول صلوا على النبي ومحدش فيكم قال عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. قول لي بقى يا كوتش، الاهلي هيعمل ايه بقى في الماتش بتاع المغرب؟ الماتش ده صعب قوي. ان جهت صعب فهي صعب، هو اللي صعب على نفسه، لان نتيجه 2-1 دي ارخم نتيجه في الذهاب والعوده. 1-0 ياخد البطوله. انت عارف انت لو انت فزت عليه 1-0 كان زمانه مطالب يجيب جونين عشان يقدر ياخد البطوله، انما 1-1 هيبقى فيها ضربات جزاء. 2-0 يبقى مطالب اللي هو يجيب 3 اجوان. ارخم نتيجه هي نتيجه 2-1، فربنا يستر بقى، الموقف هيبقى صعب جدا. ازاي بقى يا كوتش يبقى 1-1 يبقى فيها ضربات جزاء؟ قول لي بقى يا كوتش. يا غبي افهم، انا بقول هنا يغلب 1-0 وهناك يغلب 1-0 هيبقوا كده متعادلين. ما انت لو متابع صيغه الكلام هتفهم، يا اللي مش فاهم. يعني ايه يا كوتش؟ يدافع طول الماتش يعني ولا هنعمل ايه؟ لا طبعا، ما هو اصل صعب جدا اللي هو يدافع طول الماتش، يعمل ضغط عليه وكده ممكن وارد في اخر دقيقه يروح جايبين جون يبقى خلاص كده الدنيا خلصت. انما الصح بتاعها لو قدروا يجيبوا جون في اول ربع ساعه هيقلبوا الترابيزه عليهم ويحولوا الضغط عليهم هم، وموقفهم هم اللي يبقوا صعب.
لو قدر يعمل كده في اول ربع ساعه هتبقى 10/10. انما هو المفروض يلعب بقى بخطه متوازنه، تميل شويه للدفاع، التامين الدفاعي، لان مطالب اللي انت برضو في نفس الوقت اول ربع ساعه دي تامن دفاعك كويس وتعتمد على الهجمه المرتده تقدر تخطف جول. ساعتها بقى اقول لك بقى لو دافعت طول الماتش مش مشكله، لان انت موقفك كده هيبقى 10/10. عشان كده بقى كولر كان بيقول بقى احنا ممكن نقدر نسجل هناك. انا فهمت بقى دلوقتي هو قال الكلمة دي ليه. اول مره في حياتك تقول كلمه صح. فعلا هو بيفكر في الحته دي ورمى البقين دول عشان كده، وهيلعب على الحته دي ان هو يقدر يخطف جون بدري وبكده يقلب الضغط عليهم ويخليهم متوترين. وبكره افكركم بالكلام ده. سجل يا تاريخ. اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان، ممكن الاهلي يخش التاريخ، انما كلام الكوتش ده لو طلع صح يبقى هو اللي هيخش التاريخ. شرفتونا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله.